يسترني ربك لك صبحي على الخبرية. أبي عايش. ايه والله يا عقيد، هيك قالت الحرمة اللي كانت عم تداوي لعمي ابو عصام. قلت لي فاتت على الحارة بالقرعة. ايه والله يا عقيد بالقرعة. يا لطيف، بس المهم عايش. يا برني الله يا برني الله. المهم هلا عاوز مني شي عقيد؟ رايح معك على الحارة. نازل معي على الحارة بس. ايه امشي لله. في خطر عليك يا عقيد. خلصنا صبحي، أنا واصل على الحارة روح أرجع. ديروا بالكم على العصفور التين. خليه نروح معك عقيد. لا ما في داعي. لا تواخذوني يا جماعه، بدي اروح اجيب الطيام مشان يساوي لي الحيط. يلا بالاذن، السلام عليكم. الله معك يا ابني. ايش يا اخي؟ لك ابني بخصوص المخلوقه الفرنجيه، عصام لازم يشوف شو امرها، لانه كلياتنا بدنا نعرف شو صار مع ابو عصام. ومشان الأسير. ومشان الاسير اللي عندك يا معتز، اوعك تجرحه بكلمه يا ابني. بتطعميه وبتشربه وبتخليه يتحمم، لا تشغله، بتخليه معزز مكرم. حلوة هي، معزز مكرم. بذكرك بقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: أحسن إليه، فيبقى عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليك يا نبي. منيح اللي سألتك شيخي، منيح اللي سألتك. يا الله، وين شيخي قاعدين؟ لا يمل يا ابني، لا يمل يا ابني. لا بقى تيجي بالنهار، يعني إذا شافك حدا من العوانية بده يخبر عنك. أنا أخذ كل استحياطاتي، بعدين اللي كاتبه ربك بده يصير شيخي. ما بيصير يا ابني، ما بيصير، لازم تاخذ بالأسباب. أمرك مثل ما بدك. خلي طريق ابني. يلا يلا. وبعدين عقيد شو بدنا نعمل فيه؟ شو بدنا نعمل فيه لك ابو رشيد؟ بدنا نتركه هيك على وضعه. المشكلة لو بلده قريبة كنا رجعناه لعند أهله، وأنا كنت بدي أقول لك خلينا نتركه يروح بحال سبيله. أنو لك ابو رشيد، أنو ما بنقدر نفلته، إنه إذا فلتناه وراح لعند الفرنساوي احتمال كبير يخبر على قرنتنا، هيك منكون بشي ومنصير بشي تاني. اتركه لرب العالمين، بركة بيرهمنا. هلا ليك لقول لك ابو رشيد، هلا هدول جماعة الكتلة مزبوط مش شاطرين غير بالحكي والقري، ولسه حاملين لي هالقصة فوق ظهرهم وطالعين على فرنسا وراجعين من فرنسا. قال شو هي بده يحلوا لنا اياها، بدنا نشوف شو بده يتأتى مع منه. بس المستعمر ما بيمشي الحال معه هيك، لا مو بالحكي، بالسلاح بدنا نطالعه من هي البلد، لأنه الأرض أرضنا، هذا فرنساوي وهو محتل هي البلد وبدنا نطالعه. بإذن الله ما حدا حيطلع الفرنساوي غيرنا عقيد. أنا بقول عقيد، كل شيء بيحكي مع الفرنساوي عميل وخسيس. لا بهي ابو رشيد بدك تسمح لي، رجال الكتله الوطنيه ناس شرفاء ووطنيين وما حدا بيقدر يجيب معدلهم، بس هن ماشيين بطريق ونحن ماشيين بطريق تاني، نحن الاثنين بنلتقي بنفس الطريق، بدنا نطالع المستعمر من بلدنا، هي كل القصه، المستعمر لازم يطلع من بلدنا، فهمتها؟ هي اسمح لي فيها عقيد، الفرنساوي ما بده حكي، بده دق بالصرامي. أنو